أنتقم منك. إن استطاع واحد منكما أن يأخذ الكرة مني من الآن حتى نصل إلى وجهتنا التالية فسيكون الرابح، وعند ذلك سأمنحه شهادة صياد وعلى الفور. هكذا إذن سوف أبدأ الآن. سأريك. أنا موقنة بأنه قاتل أبي. فيما تفكرين؟ لا تستطيعين أن تحكمي على الأمر من خلال هذه اللعبة. هل فهمت هذا؟ إنها لعبة مسلية حقا. أنا تواق لهزيمتك. أحسنت، نجحت. لقد هاجمتني، هذا خلاف للشرط. كنت أمررها، ورأسك هو الذي اعترض طريق الكرة، أليس كذلك؟ جون، لقد جاء دورك، ولكن كن حذرا فهذا العجوز داهية. سأجري بعض الحركات. هجومه جيد، فهو يتجه نحوي مباشرة. انزل. نعلم أنك تستطيع القفز عاليا، ولكن عليك أن تتحكم في حركتك. لقد كانت فرصتك جيدة جدا. تفكيره جيد، لكن هذا الفتى أفضل منه في استخدام عقله. كنت سريعا جدا. من الواضح أنكما فتيان رائعان، وعلي أن أرفع مستواي قليلا. لما تفعل هذا؟ إن كنت تفعله تكفيرا عن ذنوبك فتوقف، لأنه لن يجدي. ليس لهذا، كنت أختبر قدراتي وحسب. الشيء الوحيد الذي كنت أحاول إمساكه ظهر العجوز لا الكرة. أحسنت. هل تعبت بهذه السرعة؟ لم أتوقع هذا منك. جون، استرح، سأخذ مكانك. كان هذا مرهقا جدا. لن نستسلم، إنها البداية. تهيأ للجولة الثانية. هيا، ماذا حدث لك؟ لن يجدي هذا نفعا. ما رأيكما أن تشتركا معا في هذا الاختبار؟ جون، هيا. لا تحاول أن تدقق كثيرا في حركتك، فهو يقرأ الأفكار في العينين. هكذا إذن. لقد كنت أوجه كل تفكيري على الكرة. حسنا، سأغير طريقة لعبي. بدأ يلعبان جيدا. هيا يا جون، لنغير الأماكن. لن يستطيع خداعي. ذلك الفتى هو الذي قتل والدي من دون شك، ويمكن أن يفعل أي شيء مقابل أن يحصل على المال. إنكما متشابهان جدا. لكما نظرة صياد يلاحق طريدته. إنه رائع حقا،
فمع أننا نتسابق عرقا لم يحتج هو إلى أن يأخذ نفسا. لأظن أننا يمكن أن نتغلب عليه حتى لو هاجمناه معا. ليس في وسعنا مواجهته. أنا أخذ استراحة؟ ليس بعد. سأتجنب حركته. يا لدهائه، لكنه تأخر في الضربة. ليس بعد. خفت ما تفعلانها. كانت فرصة جيدة، لكنكما كنتما بطيئين. كان هذا مذهلا جدا. ها؟ سأنسحب. كلوة. أنا أستسلم. كلوة. خسارة، انسحب. هي وأنت، هل ستستسلم أيضا بعد أن قام شريكك بالانسحاب؟ لا، سأبقى. كدنا نفعلها قبل قليل، ثم إنني سأشعر بالذنب إن لم أفعلها من أجل الآنسة أنيتا يا سيدي. لن تنجح. ماذا؟ السيد نيترو لم يستخدم إلا يده اليسرى ورجله اليمنى، وعلى هذا فليس أمامك فرصة حتى لو حاولت سنة كاملة. لم أكن أرغب في أن تعرف هذا أيضا. هل فهمت الآن؟ هيا انسى الأمر واستسلم للواقع يا جون. أبدا. ها؟ قلت ليس لديك أمل. لن تحصل منه على الكرة أبدا. قد تكونين على حق، لكن من المبكر أن أستسلم له. سأحاول أن أجعله يستخدم يده اليمنى على الأقل في الوقت الباقي. ها؟ افعل ما بدا لك. سأذهب، سأعود من حيث أتيت. عن إذنك. حسنا. وأنت، ها قد رحل الشخصان المعنيان بالأمر، فما الذي ستفعله؟ اسمع سيد نيترو، تفضل. سأسألك سؤالا واحدا. كيف اختفى كيلوا؟ لقد استخدم طريقة سرية من فنونهم. لست في حاجة إلى معرفتها، بل أفضل ألا تعرفها. لكنها مهارة عالية. نعم، لا يستطيع الواحد أن يتعلمها إلا إذا تدرب طويلا. كيلوا فتى رائع حقا، أليس كذلك يا سيدي؟ أخفقت. لقد تظاهرت بالاستسلام. أنت بارع وداهية أيضا. لقد كان علي الانسحاب بسرعة، وإلا فإنني كنت سأقضي عليه. كنت ستفعلها، إنك نشأت على ذلك، فأنت من أسرة زولديك. ربيت لتكون قاتلا محترفا، لكن لا، فأنا لم أكن أرغب في أن أكون قاتلا. أنت تكذب. لم يفاجأ أبدا عندما علم أنني من أسرة زولديك، لكنه كان يريد أن يعرف المزيد عني. استيقظ يا كيلوا. كان يجب عليك أن تحصل على الكرة، وبأي ثمن حتى لو اضطررت أن تقتله. أنت تتحدث إلى نفسك وهذا يزعجني كثيرا. نريد أن ننام أيها الولد. غدا يوم صعب، وإن لم ننجح في ذلك فهذا بسببك. أتفهم؟ لا تكن قلقا، فأنت لن تنجح في كل الأحوال يا هذا. انتظرا، الحذاء يؤلمني. أنا آسفة جدا، لكن هذه السكينة لي. أنا آسفة حقا لكما. سأقضي عليك. كنت أظن أنك ذهبت قبل قليل لتنام يوريو. كيف سأنام وبالي مشغول على ذلك الولد جون؟ ها؟
إذا كنت تفكر فيه أيضا مثلي يا يوريو. بكل تأكيد. لقد اختفى عن أنظارنا منذ أن انتهينا من الاختبار الماضي وصعدنا في هذا المنطاد الطائر، ولذلك سأخبر القيادة لكي تبحث لنا عنه. هذا رأي جيد. يا جماعة، أرجو أن تفتحوا لنا الباب، فالأمر خطير جدا. ألم تسمعوا؟ لقد توقعنا أن تكون هذه الغرفة غرفة القيادة العامة، وإذا بها غرفة خاصة بالقط صائد الفئران. ماذا؟ أنت قلت لي إنها غرفة القيادة. لا تحاول أن تتهرب من مسؤولياتك. كان علينا أن نكون متنبهين أكثر، فربما نخضع لاختبار آخر الآن. لا تتركني هنا وحيدا، لأنني لا أحب القطط ولا تحبني. وأنا مثلك، فلننجو بأنفسنا. هيا يوريو. لقد ظهرت على حقيقتك أخيرا. اسمع، أنت الشرير الذي قتل والدي بلا شك. نعم، إنني رجل مأجور. إنه العمل الذي ورثته عن أهلي، لكن أباك كان يعاني كثيرا شدة الألم، وكان سيعاني أكثر لو لم أقضي عليه. سأقضي عليك انتقاما لوالدي الذي قتلته. استعد. هيا. إذا أردت القضاء على أحد فقدم له الرعب واليأس. ذلك القط الشرس أفسد وجهي الجميل. لم يتغير فيك شيء. أنا لا أسمح لك. لقد كنت أجمل شاب في الحي كله، أما الآن ذكرتني ماذا؟ ها؟ انظر هناك. جون. جون. حقا إنك فتى عنيد. إنه يقفز. لم أتوقع أن تفعلها. سأفعلها ثانية. جبان، لما لا تظهر أمامي؟ حالتها النفسية مضطربة جدا. إنها لا تعرف أين عدوها. أستطيع القضاء عليها الآن، فذلك أسهل من قتل نملة. والآن ماذا ستفعلين؟ جون. جون. لن تنجح ثانية. الآن يتظاهر أن الكرة هدفه. مستحيل، لا يزال يحاول. ماذا تقصد؟ لما لم تقضي علي مثل أبي؟ انظري، إنه لا يزال يقاتل حتى الآن. هذا من أجلك. ولكن ماذا يعني كل هذا؟
لو كنت قضيت عليك لحزن جون. إذا أصاب معدتي ثانية فإنه إما أن يكسر رأسه وإما أن يبعجني، وفي الحالتين لا جدوى من كل هذا، لذلك علي أن أهرب. جون! جون! سأمسكها. لم تحزر. استخدمت يدك اليمنى ورجلك اليسرى، أليس كذلك؟ بلى. فعلتها إذن وأنا نجحت. كيف نسيت ذلك؟ جون! كيلوا، هل رأيته؟ رأيتني وأنا أجعل السيد نيترو يستخدم قدميه ويديه معا؟ يا سلام. أحسن. ماذا كان يفعل جون هنا يا ترى؟ لا أدري، أعلم أنه سعيد. انظر إليه. نعم، هذا واضح. يا سلام. فلنذهب. أيها الربان، بطئ السرعة قليلا، أنا في حاجة ماسة إلى النوم. حاضر. يبدو منظرا جميلا، أليس كذلك؟ هل كنت تتابعين هذا المنظر؟ نعم. المناظر الطبيعية الجميلة تريح النفس وتبعد الهموم عن الإنسان. شكرا على بقائكم معنا، نحن على وشك الوصول إلى غايتنا. سأظل مدينة لك طوال عمري يا جون. شكرا جزيلا لك. أرجو لكم التوفيق جميعا. شكرا. بالتوفيق. هذه لك. إنها هدية من أبي. إنها من الكريستال المصنع من أشياء ممنوعة. أشياء ممنوعة؟ نعم، إنها بعض المهربات المعالجة بمحاليل خاصة. هل تقصد أن والد أنيتا كان يعمل بالتهريب؟ نعم، سمعت عن أناس فقدوا مبادئهم من أجل الحصول عليه. كذب. إنها أكاذيب. كان أبوك مهربا؟ وكان تاجرا أيضا. لقد كان والدي محبوبا لدى الجميع. كنا سعداء جدا. نعم، سعداء. أنيتا، لقد كانت سعادتك مبنية على تعاسة الآخرين. هذه هي الحقيقة. مستحيل. كان أبي يحب جميع من حوله ونحن نحبه. أنيتا، كلنا نحب آباءنا يا أنيتا مهما فعلوا. حاولي أن تكوني هنا السنة القادمة لتصبحي صيادة كبيرة. كيلوا، ماذا تريد؟ لماذا لم تخبر أنيتا بأنك لست المأجور الذي قضى على والدها؟ لقد كان واحدا من أسرتي، إما أنه أبي وإما أخي. المهم أنه من أسرة زولديك. إذن لا علاقة لك. لا تشغل بالك، فقد اعتدت على مواجهة الأحقاد يا جون. وصلنا أخيرا. هذا المكان يدعى تريك تاور، مكان الاختبار الثالث. قواعد هذا الاختبار سهلة. عليكم أن تصلوا إلى القاع وأنتم أحياء، مفهوم؟ المهلة المحددة للاختبار 72 ساعة.